إمم. هنجد إن الأضحية كانت موجودة في مصر القديمة، ولكن بشكل مختلف شوية. يعني طبعًا زي ما إحنا عارفين إن في القرآن الكريم اتحدد في السنة إن الأضحية اللي هيتم ذبحها بتكون 3 أنواع، الإبل والأبقار والماعز. ده كان متواجد في مصر القديمة، نفس النوعية دي. فكانت الثروة الحيوانية تعتبر جزء هام جدًا من الثروة الغذائية في صحيح. مصر القديمة. فكان أكتر لحوم بيتم تفضيلها بالنسبة لمصر القديم كانت لحوم الأبقار. إمم. فهنجد إن هو كان بيحرص بشكل كبير جدًا على استئناس الحيوان. قبل من كده كان بيحرص على تسمين الحيوان. فهنجد العديد من المناظر اللي بتمثل تسمين العجول والتيران، باعتبار إن دي كانت اللحوم المفضلة بالنسبة له في المرتبة الأولى. تمام. المرتبة التانية كانت بتيجي اللحم الضاني والماعز. في نهاية القائمة بتاعة اللحوم المفضلة بالنسبة له هنجد الحيوانات البرية، ودي كانت أول بدايته لأنه كان بيعتمد على على الصيد. الصيد، صحيح. فكان بيعتمد عليها بشكل كبير جدًا، وكانت بتشمل الأرانب البرية والظبي والوعول وما شابه. طبعًا المناظر في الجدران بشكل كبير جدًا بتمثل عملية ذبح الأضحية. فهنجد على جدران مقابر ميدوم في بني سويف إمم. مليئة بالمناظر اللي بتمثل تربية الماشية وتصمينها وإعدادها للأضحية. طبعًا الأضحية كانت بتبقى لا إما خاصة بتقديم قرابين أو بتبقى خاصة مدائب الطعام. ولكن في نقطة هنا بقى هنتكلم عنها، إن طبعًا في عقيدتنا الإسلامية مش فارضة بس من السنة إن إحنا اللي بيبقى مقتدر هو اللي بيذبح عشان بينفق على الفقير. تمام. في مصر القديمة كان في فصل، إن كانت بعض اللحوم اللي هي زي ما إحنا ذكرنا التيران أو العجول دي ضخمة أو كبيرة الحجم. أيوه. فدي كانت بتبقى مقصورة بس على الطبقات الغنية، بعيدة عن الطبقات الفقيرة، لإنها كانت بتحتاج إن أمّا بيتم ذبحها لحومها كتيرة، إمم. فمحتاجين عدد كافي إن هو يتناولها. فده بيقتصر على القصور الملكية وأصحاب كبار رجال الدولة في القصور والبيوت بتاعتهم. تمام. فده طبعًا ما كانش بيبقى في متوفر أشخاص إن هم يتناولوا الأطعمة ديّة. وطبعًا بحكم إن مناخ مصر حار، فخشيةً إن اللحوم دي تفسد، فكانت بتقتصر على الطبق بس دي. إنما الفقرا كان بيبقى شاه بسيط أو ماعز بسيط. لمّا نزلت العقيدة الإسلامية تحوّل الأمر، أيوه. بقى اللي الغني من طبقاته اللي كانت محصور بس اللي بيذبحها لنفسه، بقى يذبحها عشان خاطر الفقير. عشان الفقير. فده اللي بيورينا إن المنهج زي ما إحنا اتكلمنا عنه، بس التأثير الحضاري استمر. نندرج برضه نروح لنقطة تانية مهمة جدًا، طريقة الأضحية. طبعًا فترة سيدنا إبراهيم طبقًا للمؤرخين في الفترة من 2000 ل2800 قبل الميلاد. فطبعًا لو اتكلمنا على الحضارة بتاعتنا بالنسبة لبداية الأسرات، كانت طرق الذبح موجودة قبل فترة سيدنا إبراهيم. إمم. واستمرت. يعني هنجد نفس المشاهد موجودة بتمثل عملية ذبح الماشية. بنجد بيشترك 4 أو 5 جزارين. طبعًا زي ما اتكلمنا أهم حاجة عندهم التيران أو العجول. أيوه. بياخدوه مثلًا لمجزر المعبد الرئيسي أو المذبح بتاع المعبد، وبيتم عملية الذبح بنفس الشكل، إن بيتم تقييد إمم. الطور أو الحيوان اللي هيتم أضحيته بنفس الرابطة. بيتم رابطة من رجله اليسرى، ثم بعد كده بيتم يحاول إن هم يربطوه على ضهره، بحيث إن هو يسقط على الأرض. بالاشتراك طبعًا مع ال4 أو ال5 جزارين الموجودين. بعدها هنجد إن طبعًا بيتم فصل نفس الشكل الجزارة بالشكل العصر الحديث بالضبط تمام. جدًا. إمم. فصل الأجزاء المختلفة عن جسد إمم. الذبح أو الأضحية. هنجد إن كمان في مشهد مهم جدًا بيمثل لنا قد إيه المصري القديم كان بيهتم بالنظافة. إمم. فهنجد إن كان في قبل ما الأضحية بتخضع لعملية الذبح، كان بيبقى في كاهن خاص بالخدمات الصحية، وهو نفس اللي في العصر الحديث. آه. إن قبل ما بيتم الأضحية تروح للمكان المجزر أو المذبح اللي هتتذبح فيه، بيتم الكشف عنها. ده كان بيحصل. حتى بعد ما الأضحية بتتذبح وفي فترة ما هي بتتذبح، بيبقى موجود الكاهن دوّة الخاص بالخدمات بيشرف الصحية، عليهم عشان النضافة بيشرف عليها. وبيشوف تمام. بيبقى في مناظر بتمثله وما وهو تبقاش واقف. عيانة وتبقى فيها كل بالفعل، الحاجات. بالفعل. حتى بعد ما بيتأكد من دم بيشوف الدم بتاعها. إمم. بجانب إن في مشاهد بتمثله وهو بيلقي إبريق فيه مَيّة. مَيّة طبعًا وملح النترون. ملح النترون ده كان من أهم المواد الخاصة بالنظافة، بيلقي عليها عشان يحاول يطهّر مكان كنوع من ذبح أنواع الأضحية. التطهير. تمام. الوضع ده برضه بيوصّلنا إن قد إيه المصري، لو إحنا هنتكلم برضه عن المنهج، إن ربنا وصّانا بقد إيه إن كان نحرص على نبقى رحيمين بالحيوانات أيوه. واستئناسها ونستفيد منها من كل شيء. كان برضه المصري القديم بنفس القصة بالفطرة. فده اللي بيوضح لنا لمّا بنتكلم على الهوية، المزيج من الحضارة والعقيدة الدينية. بالفعل إن قبلها بالفطرة كان المصري القديم بيحرص اللي هو يستأنس الحيوان. أيوه. فهنجد إن نلاقيه كان بيهتم بيعمل لهم الحظائر وبيرعاهم. بيحاول، يعني عندنا مقبرة الوزير ميري روكا الأسرة السادسة عصر الدولة القديمة، هنلاقيه كان في المناظر على الجدران بتمثل حالة يومية بما فيها مناظر الصيد.
منهم منظر مهم جدًا بيمثّل طريقة اهتمام المصري القديم بالأضحية، وإن هو كان قد إيه بيحاول يطعمها وبيسقيها. أيوه. طبعًا الأطعمة كان بيحاول إن هو يوفّر لها الطعام بتاعها من خلال المستنقعات اللي كانت في الدلتا، كانت بتنتج المراعي. إمم. فبيحاول يتغذى عليها، بجانب إن في بعض ال 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 بقى المستنقعات المراعي اللي كانت بتظهر بعد انتهاء فيضان النيل، أيوه. تستمر لفترة، تنبت فيها برضه بعض الأعشاب والحشائش بيتغذى عليها. كان برضه بيحاول يعمل لها عجين الخبز، ده كنوع من الإيه، من الطعام للماشية. برضه زي ما اتكلمنا من قد إيه الرفق بالحيوان، ودي اللي في عقيدتنا الإسلامية. أيوه. هنجد المصري القديم كان بيتعامل ده برضه بالفطر، لإن هو كانت في منظوره إن بيستفيد منها بكل شيء، مش لحوم بس. إمم. بيستفيد منها في اللي هي بتحمل الأحجار الثقيلة في البناء، بيستفيد منها إن هي في لحمها والجلد اللي بياخده منها، في عظا في القرون بتاعتها، في السماد استخدم الناتج كل حاجة عنها، منها. كل حاجة. آه. فهنجد مشهد مهم كان بيخاف عليها قد إيه. في على جدران مقابر ميدوم زي ما ذكرنا، بيمثّل 2 من التيران متغطيين بغطاء يشبه الحرير، أيوه. ده خشيةً عليهم من البرد. وكان فده لمّا كان بيحرث الأرض برضه كان بيحط عليهم زي بالفعل، خيش كده أو بالفعل حاجة. بيحاول يحافظ على الماشية بتاعته بشكل كبير جدًا. أيوه. فده اللي بيوضّح لنا قد إيه زي ما إحنا اتكلّمنا إن الهوية مزيج من الحضارة ومن العقيدة. تمام. أنا عايز أتوقّف هنا، عايز أقول لحضرتك يعني يا ريت يعني نِفْسي أقدّم فقرة عن استئناس المصري القديم للحيوان، الطيور والحيوانات المتوحشة بالفعل، حتى، بنشوف الفهود والأسود والتعابين والتماسيح، ويعني حاجات بالفعل كان في صعبة يعني برضه إنّك نفس تستأنسها الجزئية يعني. دي، يعني يمكن إحنا كنا هنتطرّق ليها جزئية الطيور بشكل كبير جدًا، كانت مهمة بالنسبة له. دي تأتي برضه في المرتبة التانية بالنسبة اللحوم المفضلة، يعني لو هنتكلّم بعيد عن اللحوم الماشية، هنتكلّم عن الطيور، كانت مهمة جدًا. إيه أهم أنواع الطيور؟ الوِز يعني والبَط كانت تقريبًا، حاجة زي في كده؟ طيور الوِز ده كان بشكل كبير جدًا، وهنجد برضه بعض المظاهر اللي بتمثّله وهو بيحاول إن هو يطعم أيوه. الوِزّة. بالنسبة للدواجن ما انتشرتش غير في العصر البطلمي، تمام. ما ظهرتش في العصر الدواجن المصري تقصد القديم. الفراخ. إنما الفراخ بالنسبة تمام. للفراخ. إنما الطيور بصفة عامة كانت موجودة. إمم. كان لمّا بييجي حتى يحاول إن هو يذبحها، كانت الطريقة المفضلة لأكله ليها الشوي، آه. يعني بنفس الشكل السيخ بيبقى محطوطة، إمم. بعكس بقى اللحوم. يعني لو بنتكلم عن اللحوم عندنا كانت سلق اللحمة ده المهم جدًا. أيوه. يعني بالنسبة لجزئية طهي الطعام ده جزئية طويلة جدًا لأ، لو ده عايزة لها حلقات بس يعني. كانت المهمة جدًا اللي تمام. هو كان بيحب سلق اللحمة عن شويها، تمام. لإن شويها بيعرّض إن اللحمة بتبقى مش سهلة عليه، أيوه. بتهدر كتير منها، أيوه. لإنه كان بيقطّعها قطع صغيرة، فكان بيبقى في بالنسبة له صعوبة يعني. تمام. فده بيوصّلنا لنقطة مهمة على سبيل الفُكاهة، آه. إن طبعًا في جملة شهيرة إحنا بنقولها لمّا مثلًا بنجد إن حد بيلتهم الأكل أو ياكل أكل بشكل نقول ده خلّصوا على الأكل حَتَتك بَتَتك. أيوه. اللفظ ده أصلًا لفظ جاي من المصرية القديمة. آه. فإحنا لمّا طبعًا اللحمة بالعضم يعني. تأثُّرنا برضه باللغة، آه. ابتدى التسلسل يفضل، زوّدنا طبعًا حرّفنا المعنى شوية، بس هو كان نفس المعنى اللي معنى كده، اللي هو كَل اللحم بالعضم يعني. تمام. فدي أعرف كانت ناس كتير جزئية أنا بيعملوا كده. دي طبعًا كانت بالنسبة لجزئية اللحوم، وده طبعًا بيوصّلنا إن زي ما إحنا اتكلّمنا إمم. قد إيه إن اللحمة كانت مهمة. تمام. طب كلمني آآ عن، معلش يعني بما إننا بنتكلم بقى في الأكل، هي الفتة فعلًا كانت من أيام الفراعنة؟ الفتة كانت موجودة لإن طبعًا اللحوم كانت من الوجبات الرسمية والأساسية على أي مائدة طعام في مصر القديمة، بجانب الخبز. يعني الخبز ده كان شيء أساسي. آه. فطريقة الخبز مع اللحمة جات إن مسمى الفتة أصلًا مش مصري قديم، إمم. بس جات من كلمة فتات الخبز، لإن كان آه. بيتم تقطيع الخبز بشكل صغير. فالتسلسل جه من هنا، إن بقت مشتركة. ودي ابتدت إمتى، من المصري القديم فعلًا؟ ابتدت باعتبار إن الأكلة موجودة، إمم. يعني اعتبار إن اللحمة والعيش موجودين أيوه. بيتاكلوا مع بعض. بس في الشكل العصر الفاطمي ابتدت تاخد صفة الرسمية، بقت سمت اللي أكلة وصل لنا الشعب. دلوقتي. آه، ال اتضافت اللي بقى عليها هو الصلصة. صينية الفتة المحترمة أيوه، بالتوم بالضبط كده. أيوه كده. تمام. اتضافت عليها الصلصة طبعًا. دي في فترة الخلافة الفاطمية. في العصر الحديث بقى ابتدينا نحط بقى الخلطات بقى أيوه. التوم بقى والبصل والدقة والحاجات الحلوة بتاعتنا والخل وكده. بس إنما في أولها كانت بدايتها يعني مؤشرات بسيطة في الحضارة المصرية القديمة. تمام. طب بالنسبة للعيدية، كان في عيدية زمان؟ هو طبعًا كانوا بيحتفلوا بأعياد، ما كانش عندهم عيد أضحى الأعياد وعيد طبعًا كانت فطر موجودة أكيد، بشكل لكن كبير، بس يعني يمكن لو اتطرقنا لنقطة مهمة، إن كانت الفقراء بيتناولوا الطعام أو بيحاولوا إن هم بياكلوا بشكل كبير جدًا في المناسبات والأعياد إمم. في مصر القديمة. إنما ما كان بالنسبة لهم دي العيدية. إمم. يعني الأكل والشرب ده أو الأكل بشكل كبير، الموائد بقى وكل عليها لحوم بقى أيوه. وطيور وفاكهة وكل شيء، ده كان في فترة المناسبات والأعياد. إمتى بقت العيدية نقود أو فلوس؟
تمام. ابتدت فترة العيدية أو ابتدت تاخد الشكل الرسمي أو ابتدت تظهر بداية دخول الفاطميين مصر إمم. على يد المُعز الدين الله الفاطمي عام 969 ميلاديًا. وانتهت طبعًا الخلافة الفاطمية زي ما إحنا عارفين عام 1171 ميلاديًا. فهنجد إن ابتدت في الشكل دوّة. كانت العيدية مدلولها هو لفظ بيوحي العطاء أو التصدُّق على حاجة في فترة إمم. العيد، بالنسبة لعيد الأضحى وعيد الفطر. هنجد إن كان بدايتها إن كانت بتبقى كراتب أو قيمة مالية بتتوزّع على أرباب الوظائف، فكانت بتسمى في دفاتر الدواوين الرسوم. تمام. إمم. في وثائق الوقف كانت بتسمى التوسُّعة، يعني حاجة بتوسّع بيها. دي كان بالنسبة للفاطميين، كانت بتبقى شكل دنانير فضية وذهبية. وطبعًا إحنا هنتطرق بعدها بالنسبة لبداية يوم العيد كانت الاحتفال بيه إزاي، بس ممكن نذكر إن كانت العيدية لمّا بييجي الخليفة الفاطمي. كان أول يوم العيد سواء كان عيد الفطر أو الأضحى. بيطلع لأعلى نافذة في القصر اللي هو مُقيم فيه، آه. ويحاول يدّي العيدية أو يرمي العيدية على الناس أو عامة الشعب الرعية اللي جايين تمام. يعيدوا عليه. إمم. ابتدت بقى بعدها تحوّل الأمر طبعًا الفترة الأيوبية أو الدولة الأيوبية كان فيها بعض يعني مش عايزين نتكلم عليها أوي، بس بعض الحاجات اللي بتحاول تمحي العادات الفاطمية. إمم. ولكن في الخلافة دولة في فترة حكم السلاطين المماليك بعدها، بعد الدولة إمم. الأيوبية، ابتدى الأمر يرجع تاني، فبقت تاخد بقى الصفة الرسمية، كانت بتسمى لفظ الجمكية. إمم. دي جاية من الجمكية دي كلمة عثمانية، جاية من جمكي أو جامة، جامة دي اللي هي معناها الملبس. فقبلها طبعًا في الخلافة الفاطمية كان الموضوع نقود وملابس، يعني كانت آه. العيدية نقود وملابس إمم. بيتم التصدُّق بيها يعني. في العصر المملوكي كانت زي ما ذكرنا بتسمى الجمكية. فكانت بمعناها أو بالتعبير ليها المال المخصص للملابس. إمم. فهنجد إن كانت بيتم السلطان بيتبرّع بيها أو بيدّيها للأمراء أو قادة الجيش. تمام. إذًا الاحتفالات دايمًا تبقى لازم لبس جديد، أكيد. بفلوس، بهيئة جديدة، وطبعًا ضحك واحتفالات وحاجات من دي. طب أنا عشان الوقت بيجري منّي، بس أنا عايز إزاي يعني أقدر أستفيد أنا بالأجازة ديّة. هاسألك سؤال كده، إزاي نقدر نخرج نروح فين مثلًا؟ اديني أمثلة كده لو حابب إن أنا آخد طبعًا ولادي إحنا أثقّفهم، أقول لهم تمام. جدودكم يعني التراث يعني لو بتاعنا. إحنا حابين إحنا بنحاول نبعث الهوية من جديد. يعني يمكن باحاول على قد ما أقدر في بعض مقالات ليّا إن أنا أحاول أربط ما بين الهوية وبين العصر الحديث بشكل يحاول يستهدف المتخصص وغير المتخصص. فلو هنتكلم إن إحنا بنحاول طبعًا عارفين شعبنا بطبعه بيحب الترفيه. بيحب إن هو يخرج، بيحب بس مش الجزئية تبقى أثرية بس ومعلومات بس. فلو هنتكلم طبعًا بالنسبة جو المتحف ده already لازم يبقى شيء أساسي إن هو يزور المتحف، يعرف تاريخ بلده، هيتناول حقبات تاريخية مهمة جدًا، بجانب إن هو لو حاول برضه يروح يزور أهرامات الجيزة، هيستمتع بقد إيه عظمة أجداده إن هم قدروا يبنوا علم زي كده. الدنيا كلها بتتكلم عنه من مش عجائب عارفة لحد الدنيا دلوقتي السبعة. اللغز بتاعه إيه. برضه لو حابب إن هو هيعيش جو بقى بالنسبة لسهرة مسائية مثلًا، بننصحه اللي هو مثلًا يزور القلعة. إمم. يعني القلعة من أهم الأماكن اللي هيحس قد إيه بروح كده، روح إسلامية. مش الموضوع بس هيبقى مقتصر اللي هو بيزور مكان أثري إسلامي ليه فترة تاريخية معينة، لأ، هيحس قد إيه إن هو عايش جو كده من الروحانيات، بجانب طبعًا شارع المُعز زي ما اتكلمنا. أكيد. فبلدنا مليئة بالأماكن المختلفة اللي جديرة بالمشاهدة، صحيح. وكتير مننا حتى إحنا متخصصين مش عارفينها. أماكن مغمورة، محتاجة اللي يظهرها، محتاجة اللي يخلّيها بشكل تبقى بارزة، يعني عاملة زي الجوهرة المدفونة، صحيح. مليانة. فبنحاول على قد ما نقدر نتمنى إن الشعب يساعدنا كمان إن إحنا يبقى مهتم قد إيه بآثاره، يبقى في جزئية وعي أثري. يعني إحنا بنقول يزور، بس بنقول قد إيه يحافظ على الأثر.